السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم جبت لكم وصفة الكسكسو او الطعام بالطريقة المغربية، وبالطبع دايما انا نزيد اللمسة التاعي السحرية. كما راكم تشوفوا المقادير هنايا، كما عودتكم دايما نكتبهم لكم بالتفصيل باش هكذا توجدوهم كي تبداو ديريكت. هنا عندي الطعام هذا. اول حاجة اللي نبدا فيها، نبدا نشمخ الطعام ديالي هو الاول ونحطه يرتاح، من بعد ندوزن الخضره. كما شفتوا هنا البنات، انا كيلت بهاد لو بول، كيلت كيلة ونص، يعني قيس ما ناكلو حنايا. وانتم الا عندكم عائله كبيره ديروا 3 ليبول ولا 4 ليبول، تقدروا حتى ديروا كيلو الا كنتوا عائله كبيره بزاف. الله يبارك. هنا كيما شفتوا شمخت درت الزيت وبديت نحلحل فيه باش كيجيني مفركد كيما نقولوا حبه على حبه. نزيد نشمخو بالما بهاد الطريقه كيما راكم تشوفوا، ونطمو على جهه ونخليه يشرب كامل حتى نشوف الحبات هادوك دياولي بداو يتنفخوا شويه يشربوا كيما راكم تشوفوا الطريقه. وانا شحال من طريقه درتها لكم تاع طريقه كيفاش نشمخوا الطعام، درتها في القناه ديالي على حساب ما اظن 3 خطرات. هذه هي الثالثه. ندوز هنا الكوكوطه ديالي، ندير البصل، ندير مغرفه كبيره تاع الزبده، وندير واحد 4 كاس تاع الزيت. نحط البصل هذاك ونحط اللحم ديالي المرسوات، ما تقدروا ديروه حتى بالدجاج. نحط الكرافس عواد، ونحط الطوماطيش تاع الحب والطوماطيش تاع الباطا، نزيد زروديه. وندور هنا للتوابل، نحط الفلفل الكحل، نحط راس الحانوت، فلفل احمر، العكري وفلفل حار، ونحط وحده قرفه وجنبو تاع الخضروات. هنا جامبو تاع نستعمل جامبو تاع الخضروات، ما نديرش تاع الدجاج باسكو درت اللحم. وهنا ندير الطوماطيش كذلك تاع الباطا، ونخلط كامل هادوك المقادير كامل مع بعضهم، ونحطهم يدوزنوا بعقلهم. نحطهم على نار قليله ونخليهم يدوزنوا. اما بالنسبه لهنا البنات، انا الزبيب هدايا كنت خليته مع هاد البصل اللي قلت لكم، زدت اللمسه تاعي البصل والزبيب باش نديكوري بهم. شمخت الزبيب حطيته اكوتي، وما بيد المرقه تاعي الخضره تاعي تدوزن جست لهنا. لقيت الطعام ديالي يشف كامل. شوفوا كيفاش راهو مزربع لي حبه على حبه. نشمخو يدينا شويه هكذا بالزيت ندهنوهم باش ما يلصقش في يدينا، ونبداو نحلحلو في هذاك الطعام. وندهن انا هنا كنت دهنت الكسكاس تاعي بشويه زيت باش ما يسقليش الطعام. ونديرو التفويره الاولى الثانيه ما نزيدش، انا نفور الخطره الاولى الثانيه ما نزيدلوش. الدوزيام ندير زيت زيتون ولا ديروا السمن ولا الزبده كيما تحبوا. هنا بعد ما تمرق توزنت لي الخضره تاعي، جست مرقت بالماء، درت حوالي واحد 500 مليلتر تاع الماء. ولا شفتوا الخضره ديالكم مازال ما طابتش وشربت لاصوص، تقدروا تزيدوا الماء، زيدوا غير بشويه. بعد ما مرقت حطيت بطاطا تاعي العاديه وبطاطا حلوه. كما نعرفوا البطاطا والبطاطا حلوه تمتم يطيبوا. هنا البنات شوفوا انا تحت العين شمخت هذاك الطعام اللي كانت تفور لي المره الاولى. كما شفتوني حطيت كاس وحطيت هذاك الكسكاس فوقه باش يقطر لي طعم مليح. من بعد نحطه في الجفنه تاعي، نزيد ندير له شويه ملح ونديرو اكوتي نخليه ينشف. من بعد كي ينشف لي نعاود نفتحه كامل ونحلحلو بين يديا، ونزيد له التفويره الثانيه والاخيره. هنا جست خليت الطعام هذا يريح، وجست لهنا البصل درت شويه زيت حمصته. كي بدا يدخل طياب زدت له زبيب، وهاي لك النتيجه كيفاش تحمص. نجوز لهنا الطعام هذاك ديالي نحربشو بين يديا كيما نحربشو المقروط. من بعد ندوز كيما قلت لكم نعاود نحطه في الكسكاس، والكسكاس دائما ندهنوه بالزيت ونخبطوه من التحت ومنا باش ما نبلاطيوهش. هنا لاصوص ديالي كان طابت، بطاطا حلوه وبطاطا نحيتهم، وهنا طعام ديالي كان وجد. وهنايا درت الزبده، وقلت لكم تحبوا ديروا الزبده سمن ولا زيت زيتون كيما تحبوا، ولا تقدروا ديروا مزيج ما بيناتهم. هنا بعد ما طاب لي الطعام كيما راكم تشوفوا راهو طايب مفسخ، تقدري تاكلي هكذا بلا والو تنمو يذوب في الفم من بعد ويجي مزربع. من بعد نحفر له حفره، نبدا نحط في هذاك اللحم ديالي اللي كان طاب لي مفسخ، راهي الصوره واضحه جدا.
ونبدا نديكوري. هنا الديكور يعاود يولي ليكم. نبدا نديكوري في الطعام ديالي. دوكا هنا انا ديكوريتو، وكاين بعض اللمسات اللي زدتهم انا من عندي، لكن الطريقه هذه هي طريقه الكسكس المغربي. هنا زدت الزبيب هذاك والبصل اللي كنت حمصته. انا صاحبتي المغربيه قالت لي كاين اللي يديرها هذه الطريقه وكاين اللي ما يديرهاش، وراكم تشوفوا الطريقه تاع الطعام. جا واحد الطعميه البناتي شهي 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 شهي، والمرقه تاعو ما عندي ما نقولكم، يعني كسكس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. قدامك لي تعاود ما شبعتش. وهنا هما قالت لي ياكلوا بيديهم. انا سيد جربت نشوف ناكل، قالت لي البنه تاع اليد وحدها تاع السكسو تاعنا. جربت انا وصح البنه بيدي كما قالوا ناس بكري اللي ماكله بيدو ما شبع. صح البنه في اليدين انا ما عرفتش ندير كيما هما مليح مليح، مي سيت نجربها صح بنين. هنا نقول لكم شهيتكم بالجنه ان شاء الله مع فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله. سلام، دمتم في رعايه الله وحفظه.